من زمان وانا نفسي اعرف هل كنافه وبسبوسه يستاهل الزحمه دي كلها ولا لا، فقررت اني اروح واجربه في الجزء الثامن من دليلك في رمضان. انا رحت فرع عباس العقاد، الفرع الصراحه كان زحمه جدا، استلمت الاوردر تقريبا في ساعه الا ربع، واخدت الاوردر بقى واتجهت على البيت عشان كنت عازم صحابي هناك. خلصنا الفطار من هنا ورصيت كل حاجه على السفره، وابتديت اول حاجه بالمدلعه مانجا، ودي بتكون عباره عن طبقه كنافه، طبقه كريمه، طبقه بسبوسه، ومن فوق عليها مانجا. وبصوا يا جماعه، وباجماع الناس اللي كانوا موجودين، الصراحه المدلعه مانجا دي كانت واحده من احلى الحاجات اللي احنا جربناها. طعم المانجا اللي فوق كان حلو مع ان ده اصلا مش الموسم بتاعها، في نفس الوقت المانجا والكريمه كاسرين السكر الزياده بتاع الكنافه والبسبوسه، فالصراحه المدلعه مانجا دي كانت حلوه قوي. وغير كده اصلا برضو سعرها حلو قوي، سعر النص كيلو بتاعها 45 جنيه. حلو قوي، بس المانجا اللي فيها عويس. لو كانت سكري كانت هتفرق كتير، بس السكر فيها مظبوط قوي، وطعم المانجا كاسر شويه واخد بالك السكر. واخد بالك. دخلنا بعد كده بقى على المدلعه العاديه، ودي برضو بتكون كنافه كريمه بسبوسه، بس بدل المانجا بقى اللي فوق في كراميل، وسعر النص كيلو بتاعها 35 جنيه. وبغض النظر انها سعرها حلو قوي، بس الفكره كلها انها كانت تقيله جدا، وحتى طعم الكراميل اللي فوق انا الصراحه ما فضلتوش، فبالنسبه لي المدلعه مانجا تكسب. دخلت بعد كده على الكنافه بالشوكولاته، والشيء الغريب بقى هنا ان انا كنت جايبها من 3 ساعات بس هي كانت لسه سخنه. وعامه هي عباره عن كنافه محشيه من جوه حاجه كده عامله زي البودنج شوكولاته، ومرشوش عليها من فوق شوكولاته عاديه. سعر النص كيلو بتاعها 40 جنيه. جربناها كلنا، هي الشوكولاته اللي فوق دي حلوه قوي الصراحه مع الكنافه، بس الكنافه كانت طريه شويه، يمكن ده عشان هي كانت سخنه او حاجه. عجباني الشوكولاته اللي فوق، بس الشوكولاته اللي جوه دي الصراحه انا كنت حاسس انها لو برضه بقت شوكولاته نفسها كنت حاسس انها تبقى احسن. عايز تقول حاجه؟ صح. وبعد كده بقى جربنا الكنافه كريمه بلح، وهي بتكون عباره عن كنافه كريمه بلح، ما فيهاش اي اختراع خالص. سعر النص كيلو بتاعها 35 جنيه. عامه انا عجبتني الكنافه بالكريمه، بس البلح الصراحه انا مفضلوش قوي في الحلويات. حلو عامه الكنافه مع الشيء اللي هو عامل زي البودنج ده، فعلا الكريمه مع الكنافه حلوه، البلح ممكن مختلف شويه، بس الكنافه مع الكنافه مش عارف. واخر حاجه بقى جربناها، وهي اصلا اللي عليها الزحمه دي كلها، هي القطقوطه، ودي بتكون عباره عن 4 كنافه بالكريمه. دي باللوتس، كيت كات، مانجا، نوتيلا. سعرها غريب الصراحة، سعرها 150 جنيه، وفي الوقت الحالي وبالنسبة لباقي المحلات فالصراحة السعر ده حلو. وبالترتيب كده المانجا أكتر واحدة عجبتنا، يجي بعدها الكيت كات كانت رايقة برضو، ويجي بعدهم اللوتس، هي كانت حلوة برضو، بس الفكرة ان هما كانوا مستخدمين كريمة لوتس بس، لكن انا الصراحة كنت افضلها اكتر لو كانوا مثلا حاطين لوتس سبريد او قطع لوتس اكتر شوية. واخر واحدة الشوكولاتة، معرفش الصراحة بس احنا مفضلناهاش. بوجه عام القطقوطة سعرها حلو قوي، وتنفع قوي في العزايم لو انت عددكم مش كبير. بس ملخصا بقى للفيديو ده، الكنافه شوكولاته الصراحه كانت حلوه قوي، والكنافه كريمه بلح هي كانت حلوه، بس انت ممكن تطلبها هناك من غير بلح لو انت زي حالاتي ما بتحبش البلح في الحلويات. والقطقوطه برضو سعرها حلو، بس اكتر حاجه عجبتني في كل الحاجات دي هي المدلعه مانجا. يا جماعه المدلعه مانجا دي انتوا فعلا لازم تجربوها من هناك، هي تستاهل الزحمه اللي معموله عليها. وبس كده، محل رخيص اهو عشان ما تقولوليش انت بتجرب المحلات الغاليه بس. وفي الاخر كالعاده شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف ويز اباظه. سلام.